بتضيع وقتك ومجهودك وفلوسك عشان تحصل على فيتامين د من الأكل. من فترة صرت متحمس كتير لموضوع الأكل الغني بفيتامين د زي البيض والسردين اللحوم، بس اكتشفت إنه الموضوع مش بهاي السهولة. ليش؟ لأنه الكميات اللي لازم ناكلها عشان نحصل على فيتامين د الكافية هي مهولة وكبيرة. تخيل إنك لازم تاكل مثلا عشرات البيض وكيلوات من السمك بس عشان توصل للمستوى المطلوب. طبعا هذا مش منطقي، خصوصا لما تعرف إنه في حل أسهل وأرخص بكثير. خلينا نشوف المقارنة بين جسمنا كيف بيمتص فيتامين د من الشمس ومن الأكل. من الشمس الأشعة فوق البنفسجية اليو في بي بتتفاعل مع مادة في الجلد اسمها ديهيدروكوليسترول 7، تتحول لبري فيتامين دي 3 وبعدين لفيتامين دي 3. هلا فيتامين دي 3 بينتقل للكبد وبعدين للكلى وبتحول الكالسيتريول اللي هو الشكل النشط من فيتامين د. هلا هاي العملية بتاخد حوالي 8 ساعات، فبتوفر لك إطلاق مستمر مستدام لفيتامين د. مع الأكل فيتامين د لازم يمر بالجهاز الهضمي، 40% منه بيضيع وما بيمتصه، و60% بس بيوصل للكبد وبعدين للكلى. مش بس هيك، الفيتامين د من الأكل والمكملات بيطلع من جسمنا بشكل أسرع بمرتين أو 3 مرات من اللي بيجينا من الشمس. يعني بالرغم من إنه الأطعمة الغنية بفيتامين د مفيدة، بس مش فعالة للحصول على الكمية الكافية مثل الشمس. فالاعتماد على الأكل أو المكملات بيخلينا نهمل المصدر الأساسي والأفضل واللي هو الشمس. هلا ممكن ناس تقول إنه الشمس ممكن تكون مضرة بالبشرة وتسبب شيخوخة مبكرة. صحيح، ولكن في دراسة نشرت في مجلة Clinical Laboratory Analysis أخذوا 178 شخص مصاب بالسكري من النوع الثاني وأعطوهم 400 وحدة دولية من فيتامين د 3. النتيجة مستويات الجلوتاثيون بيروكسيديز وهو مضاد أكسدة قوي تضاعفت. هذا بيعني إنه التعرض المعتدل للشمس ممكن يزيد من مضادات الأكسدة بجسمنا ويقلل من الإجهاد التأكسدي ويمكن حتى يحسن بشرتنا. طيب إذا ما تقدر تتعرض للشمس بشكل كافي، هلا في مناطق معينة الشمس ما بتكون كافية لإنتاج فيتامين د بسبب زاوية الأشعة، وهون بيجي دور مصابيح فيتامين د. هلا المصابيح التقليدية يمكن ما تكون فعالة لأنها ما بتجمع بين أشعة اليو في بي والأشعة تحت الحمراء القريبة، بس في مصابيح متطورة بتوفر هاي التركيبة وبتكون أكثر فعالية بعشرات المرات من الشمس في زيادة مستويات فيتامين د 3 أو د 3. وفي نقطة مهمة جدا، في دراسة قارنت بين حمية البحر المتوسط والحمية منخفضة الكربوهيدرات، وجدت إنه الفيتامين د مرتبط بشكل كبير بخسارة الدهون. اللي عندهم مستويات أعلى من فيتامين د قدروا يخسروا دهون أكثر. الفيتامين د بتخزن في الخلايا الدهنية، فلما تخسر دهون بتحرر فيتامين د ومستوياته بترتفع في جسمنا. فبدل ما نعتمد على المكملات ونتجاهل المشكلة الحقيقية، ليش ما نركز على تغيير نمط حياتنا؟ نتعرض للشمس بشكل معتدل أو نستخدم مصابيح فيتامين د إذا كان في حاجة للموضوع، ونحاول نحسن نظامنا الغذائي لنخسر دهون لنرفع فيتامين د. فهو الموضوع مترابط، أنت بتخسر وزن بترفع فيتامين د، وكل ما رفعت فيتامين د بيساعدك في خسارة الوزن أكثر، وهكذا هي لوب مرتبطة في بعض. والموضوع على فكرة أكثر من مجرد فيتامين د. نقص المغنيسيوم، النحاس، الحديد، وحتى مشاكل في الهرمونات والميتوكوندريا كلها ممكن تأثر على مستويات فيتامين د في جسمنا. وإذا حابين نساعدكم بنظام غذائي وتمرين يساعدك لتوصل لأهدافك، ابعث كلمة سوبر أو شوف اللينك الموجود عندنا في البايو. وسلام.